ليه بقالي سنين حاسة إني واقفة مكاني؟ الناس بتتغير والدنيا بتجري وأنا زي ما أنا، لا عارفة عايزة إيه ولا حتى عارفة أبدأ أتحرك ناحية الهدف اللي نفسي أوصله. كل سنة بقول السنة دي هتغير وبتعدي السنة وأنا لسه مكاني. لو الكلام ده لمسك يبقى الفيديو ده ليكي. يلا بينا نبدأ رحلة حقيقية من أول خطوة لحد ما تلاقي نفسك عايشة الحياة اللي تستاهليها فعلا. الفيديو ده مش فيديو عادي أبدا، النهاردة مش بداية فيديو جديد، دي بداية سلسلة جديدة بالكامل على القناة، وسميتها بداية جديدة. ليه اخترت الاسم ده بالذات؟ لأن كل واحدة فينا جواها إحساس إنها عايزة تبدأ وعايزة تتغير وتطور من نفسها وتلاقي نفسها من أول وجديد. بس دايما في حاجز، في خوف، في تأجيل. سنين ضاعت واحنا هنا النهاردة علشان نكسر الحاجز ده سوا. أنا مؤمنة إنه مفيش حاجة اسمها فاتك القطر، ومفيش حاجة اسمها كبرت على التغيير، ومفيش لحظة اسمها متأخرة. مادام لسه فيكي نفس يبقى لسه في فرصة. ومين عارف، يمكن انتي ما بدأتيش قبل كده لأن اللحظة دي كانت لحظة البداية الصح ليكي، واللي فات من عمرك ممكن يتعوض أسرع مما تتخيلي لما تبدأي من دلوقتي بخطوات صح وإصرار حقيقي. ويلا بينا بسرعة، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك باقي الفيديوهات من سلسلة بداية جديدة اللي هناخد فيها بإيدين بعض من حياة واقفة بلا أهداف لحياة كلها نجاحات وإصرار وأهداف هنحققها مع بعض بإذن الله. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ليه لازم أبدأ أخطط لحياتي، وليه لازم يكون ليا هدف أعيش علشانه. بس قبل ده كله قولي لنفسك أنا استحق أبدأ من جديد وأعيش بداية تليق بيا. ويلا بينا نبدأ أول خطوة في بداية جديدة سوا. أول حاجة، اعترفي باللي حصل بس ما تغرقيش فيه. يعني إيه؟ يعني قبل ما نبدأ أي خطة لازم نبص لورا بشجاعة، مش عشان نجلد نفسنا، لأ، علشان نفهم. اسألي نفسك، ليه السنين دي كلها عدت من غير تغيير؟ هل كنت خايفة ولا متشتتة ولا ماشية ورا كلام حد، ولا كنت بتقولي ده مش وقته، ولا كنت بتقولي لما الظروف تتحسن؟ اعملي كشف حساب بس من غير جلد، من غير دموع، ومن غير ما تقسي على نفسك. كأنك بتحضني نفسك وبتقولي لها أنا هنا وأنا فهمت ويلا نبدأ من أول وجديد. تاني حاجة، اسألي نفسك سؤال بسيط بس سحري، والسؤال ده هو أنا عايزة إيه؟ مش عايزين أوهام ولا كلام عام، مش عايزين نقول مثلا أنا عايزة أنجح أو عايزة أكون مبسوطة، كلنا عايزين كده. لكن انتي بجد عايزة إيه؟ عايزة شغل يحققلك ذاتك، ولا عايزة تعملي مشروعك الخاص، ولا عايزة جسم صحي، ولا عايزة تدرسي من تاني، ولا عايزة تكوني أم ناجحة، ولا عايزة تسيبي علاقة بتكسر فيكي كل يوم، عايزة تتعلمي تحبي نفسك مثلا؟ اكتبي كل اللي نفسك فيه، حتى لو شكله بالنسبة لك دلوقتي مستحيل، حتى لو مفيش حد حواليك مصدقك وانتي حاليا مش مصدقة نفسك. وركزي على كلمة حاليا، حتى لو مش عارفة توصليله اكتبيه، وهقولك دلوقتي ليه. لأنك لما بتكتبي هدفك على ورقة بتحوليه لحاجة ملموسة، حاجة بتقدري تشوفيها قدام عينك كل يوم، مش مجرد كلام جوه دماغك وسط كلام كتير مسبب لك توها. وخليكي فاكرة إن مفيش بداية حقيقية من غير ما تسألي نفسك أنا عايزة إيه. تالت حاجة، فرقي بين الهدف والرغبة. الرغبة هي حاجة عايزاها بس مش شرط مستعدة أتعب علشانها. الهدف حاجة عايزاها ومستعدة أشتغل علشانها وأتعب. تمام، خدي كل الحاجات اللي كتبتيها واسألي نفسك هل دي فعلا أهداف ولا رغبات بتجيلي وقت ما بكون مخنوقة وبس. ابدأي بفصل اللي بجد عايزة تشتغلي عليه، واختاري منهم هدفين أو 3 بس، الباقي هنركنه على جنب مؤقتا. مش بنرميه بس بنركنه علشان نبدأ بحاجة ونكملها للآخر. رابع حاجة، حولي هدفك لخطة. خليني أقولك مثال بسيط. لو قلتي أنا عايزة أخس، ده مش هدف، ده مجرد كلام بتقوليه وخلاص. ليه؟ لأن الهدف الحقيقي بيبقى أنا عايزة أخس 10 كيلو في 4 شهور عشان أحسن صحتي وثقتي بنفسي. وهنا بنبدأ خطة أنا هفطر إيه كل يوم فطار صحي، هشرب قد إيه مية كل يوم، همشي مثلا نص ساعة، هتابع فيديوهات رياضية، هحاسب نفسي آخر كل يوم. شوفي بقى، الخطة اتحولت من حلم لفعل. اعملي كده مع كل هدف حتى لو كانت أهداف مختلفة. قسميه لخطوات صغيرة، خطوات تقدري تبدأيها بكرة مش بعد سنة. خامس حاجة، حددي أولوياتك بواقعية. مش كل حاجة ينفع تتعمل في نفس الوقت. مش معنى انك متحمسة دلوقتي انك تبدأي 10 حاجات مرة واحدة. ركزي على ايه اكتر هدف هيفرق في حياتك دلوقتي، ايه اللي لو اتغير هيخلي باقي حياتك اسهل. ابدأي بيه، خلي باقي الأهداف صف تاني.
ولما الهدف الأولاني تثبتي عليه ابدأي تضيفي واحد تاني جديد. خطوة رقم 6، حطي لنفسك وقت. كل هدف محتاج وقت، مش هنفضل نقول هبدأ قريب، إن شاء الله قريب هبدأ، وكلمة قريب دي بتتحول لتاريخ من التواريخ اللي فاتت اللي انت ما بدأتيش فيها وفضلتي واقفة مكانك. طيب أمال أقول إيه؟ قولي هبدأ يوم كذا، في خلال شهر هكون خلصت المرحلة دي، في خلال سنة عايزة أكون وصلت لهدف معين. وأنسب وقت تبدأي فيه هو دلوقتي، وكل فترة راجع الخطة. اتقدمتي تمام، اتأخرتي مش مشكلة، المهم انك ما توقفيش. سابع حاجة، لما تقعي قومي من تاني. هيحصل وهيجي عليكي وقت وهتتكسلي وهتتضايقي وهتشكي في نفسك وهتقولي أنا مش عارفة أعمل حاجة، بس اسمعيني كويس، دي مش نهاية الطريق، دي جزء منه. اللي بيفرق الناس الناجحين عن غيرهم مش انهم ما بيقعوش، لا، هم بيقعوا كتير بس بيقوموا أسرع. اعملي قاعدة، لما أقع هقوم، ولو اتلخبطت هرجع من تاني للخطة. مفيش رجوع لنقطة الصفر، هترجعي من مكان ما وقعتي. هنا بقى هتجيلي واحدة حبيبة قلبي هي عارفة نفسها كويس، هتقولي ياه العمر عدى، انت كنت فين من زمان؟ لسه هعمل خطط وخطط، ده انا عديت ال45 سنة، ده انا داخلة على ال50 سنة. طب اسمعي بقى الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول. اول ما تقولي لي الكلمتين دول انا هبصلك من قلبي واقولك تخيلي كده معايا ان ربنا كاتبلك تعيشي لحد ال60 65 75 سنة. يا رب اللي بتقولي الجملة دي تعيش لغاية ما تبقى عندها 100 سنة. هتقرري تعيشي ال15 ولا ال20 ولا ال25 ولا ال30 سنة اللي جايين على نفس الوضع، نفس الحزن، نفس التعب، نفس الإحباط، ولا هتوقفي وتقولي كفاية كده أنا لسه هنا ولسه ينفع أبدأ؟ مفيش حاجة اسمها كبرت على النجاح، مفيش حاجة اسمها فات الأوان. النجاح ما بيرتبطش بعمر، النجاح بيرتبط بالإرادة، بالشغف، باللي جواكي ورافض انه ينسى نفسه. انت ممكن تبدأي من الصفر النهاردة وتحققي خلال سنة واحدة بس نجاح عمرك ما كنت تتخيليه. بس المهم انك تسألي نفسك السؤال الصح، انا بحب ايه؟ انا بجد عندي شغف فين؟ ايه الحاجة اللي لو اشتغلت فيها مش هزهق ابدا؟ وساعتها هكون عملتلك فيديو مخصوص بعنوان ازاي تعرفي الحاجة اللي ممكن تنجحي فيها من غير ما تقلدي حد. بس دلوقتي خدي القرار، قرري انك مش هتعيش الباقي زي اللي فات. ومين عارف، ما يمكن انت ما بدأتيش السنين دي كلها علشان هو ده وقت البداية المناسب اللي لما هتبدأيه هتنجحي على طول. يمكن النجاح كان متشلك للوقت ده وهتنجحي نجاح عمرك ما كنت تتخيليه. وعايزة أقولك وأقول لكل واحدة بتشوفني دلوقتي، معنى إنك فتحت الفيديو ده وبتتفرجي عليه دلوقتي إن في حاجة جواكي لسه عايشة، لسه بتحلم، لسه بتقول أنا عايزة أنجح. بلاش تموتيها، وبلاش تطفي النور اللي لسه منور جوه قلبك، بلاش تكسري آخر أمل جواكي. اللي جابك هنا مش صدفة، ولا الفيديو ده عابر وسط يومك، انتي هنا دلوقتي عشان لسه فيكي روح عايزة تبدأ. فكملي معايا، وبإذن الله نرسم أول خطة حقيقية لأي واحدة قررت انها خلاص مش هتفضل واقفة في مكانها. وتعالي دلوقتي لأهم جزئية في الفيديو بتاع النهاردة، ليه لازم انجح وليه لازم يكون ليا هدف وكيان. انت ممكن تسألي نفسك وتقولي ليه كل التعب ده؟ ليه أبدأ أخطط وليه أوجع دماغي بأهداف وخطط وورق وجداول؟ ليه ما عيش كده وخلاص زي ما الأيام بتيجي؟ تعالي بقى أنا أقولك ليه. لأنك ما اتخلقتيش علشان تعيشي يوم بيعدي وخلاص، ما اتخلقتيش عشان تفرحي للناس وتنسي نفسك، ما اتخلقتيش عشان تتفرجي على الناس وهم بيحققوا أحلامهم ويثبتوا ذاتهم وانتي واقفة بتسقفي لهم وانتي من جوه مكسورة. لازم يكون ليكي هدف، لأن الهدف هو اللي بيدي للحياة معنى، وهو اللي بيخليكي تصحي الصبح حاسة انك مهمة، انك مش رقم ولا نسخة ولا واحدة تانية من اللي بيتكرروا. انت كيان، ليكي بصمتك وليكي رسالة، ليكي نور لازم يبان. مش لازم تبقي مشهورة ولا لازم الناس كلها تسقفلك، بس لازم انت تبقي فخورة بنفسك. لازم تبصي في المراية وتقولي انا تعبت بس انا مشيت خطوة وانا ببدأ من جديد، وده لوحده كفاية. ليه بقى ما ينفعش ان اقف مكاني؟ علشان اللي بيقف بيتسحب لورا. الدنيا ما بتستناش حد، وكل تأجيل بيسرق منك جزء من نفسك وجزء من حلمك وجزء من وقتك اللي مش هيرجع تاني. انجحي مش عشان تثبتي حاجة للناس، انجحي علشان تعيدي تعريف نفسك، انجحي علشان بنتك تشوفك وتتعلم منك، انجحي علشان اللي جواكي يستحق يعيش، انجحي علشان كفاية سنين ضاعت. يلا دلوقتي اختاري تكوني النسخة اللي نفسك فيها، مش بكرة ومش لما الظروف تتحسن، النهاردة. وعايزة أفكرك بنقطة مهمة وأقولك إن أنت مش خطة ماشية على ورق،
انت إنسانة ليكي مشاعر وليكي أيام بتعدي صعبة. اعملي الخطة بس اوعي تنسي تعيشي، تضحكي وتريحي نفسك، تحبي اللي بتعمليه وتفتخري بكل خطوة بتنجحي فيها. الخطة مش لازم تبقى مثالية، المهم انها تبقى حقيقية وواقعية وتشبهك. قوليلي يلا في الكومنتات ايه اكتر هدف نفسك تحققيه من زمان، او حتى قررتي تبدأي تعملي ايه بعد ما سمعتي الفيديو، وانا هشوف كل تعليقاتكم وهرد عليها واشجعك. لو شايفة انه الفيديو ده مفيد ويستحق انه يوصل لاكبر عدد من الناس ما تتردديش انك تشاركيه، ويا ريت لو تدوسي لايك عشان اعرف ان الفيديو عجبك وانك بتحبي النوعية دي من الفيديوهات، وكمان عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. بس بفكرك لو اول مرة تشوفيني اوعي تنسي تشتركي في القناة عشان يوصلك باقي الفيديوهات الجاية من سلسلة بداية جديدة. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.